أنا بعرف مدام أنت دخلتي على هذا الفيديو معناها بتمر بشوي ظروف يمكن حياتك فيهم صعبة، وبتطمحي إنه أنت تحسني حياتك للأفضل. الفيديو هذا هيكون عبارة عن سلسلة رح أبداها أنا وإنتو، رح نحكي فيها عن أشياء كيف إنه إحنا نحسن من حياتنا ونطور من حالنا ونوصل لأحلامنا ونخلي أحلامنا هاي حقيقة. خليكم لآخر الفيديو لأنه في بآخر الفيديو طرح لكم فيلم يكون الفايبس تبعته بتجنن وتعطيكم إلهام أو انسبيريشن لحتى تحققوا أهدافكم مهما كانت أهدافكم لحتى تحققوها. يلا keep watching. أعرفكم عن نفسي إذا أنتم ما بتعرفوني، أنا مي من غزة، صرت كل شيء بحياتي وقاعدة ببدأ من جديد، وحابة إنه أنتم كمان تشاركوني بهاي الرحلة، إنه حابة تكونوا موجودين معي وحابة كمان أنتم تبدوا رحلة معي إذا أنتم محتاجين هذا الإشي. أول خطوة وكتير مهمة إنكم تتقبلوا الماضي. أكيد إحنا كلنا في الماضي تبعنا مرينا بإشي ممكن ضايقنا، ممكن جرحنا، ممكن أثر على نفسيتنا أو على حياتنا. فهذا الإشي اللي من الماضي إحنا لازم نتقبله ونتخطاه، ولازم نكون مأمنين إنه خلص يلي صار صار وانتهى. أنا ما بقدر أغير في الماضي بس بقدر أغير في الحاضر يلي أنا بعيش فيه، وكمان ما بقدر أغير في المستقبل. من الأشياء اللي تعلمتها من خلال قراءتي لكتاب The Power of Now إنه دايما نخلي تركيزنا وطاقتنا على الوقت الحاضر، لا نضيعه في القلق على المستقبل ولا التفكير في الماضي، لأنه الماضي خلاص ماضي انتهى، والمستقبل عبارة عن إشي مجهول، فأنت ما بينفع تضيع حياتك ووقتك وتفكيرك وطاقتك في إشي هو مجهول بالنسبة لك. فعشان هيك إذا بدي أنصحكم نصيحة اليوم هو إنه حاولوا تعيشوا اللحظة اللي أنتوا فيها هلأ، حاولوا تستمتعوا بلحظتكم اللي أنتوا عايشينها هلأ، استمتعوا باللحظة اللي أنتوا قاعدين فيها، مثلا تعملوا أشياء بحياتكم، تشربوا كاسة شاي، تشربوا كاسة قهوة، قاعدين مع أصحابكم، انبسطوا باللحظة اللي أنتوا قاعدين فيها هلأ وعايشينها هلأ. الماضي لا تضيعوا هاي اللحظة الحلوة وأنت بتفكر في الماضي أو قلقان من المستقبل. كمان بحس يمكن خطوة مهمة ممكن تساعدكم في موضوع إنكم تتقبلوا الماضي وتتخطوه، موضوع الكتابة. الكتابة هي عبارة عن صديق، يعني ممكن تاخذ الكتابة إنه صديق. إذا ما عندك أصدقاء تفضفضي لهم، أو حتى لو كان عندك أصدقاء، مش كل الأشياء يلي بتصير بحياتنا بنقدر نحكيها لأصدقائنا، بس الدفتر إشي بسيط عادي، بتقدر تجيب دفتر وقلم وتكتبي كل إشي أنت مريتي فيه. الكتابة بتخليكم كمان تكتشفوا نفسكم أكتر من خلال أسئلة معينة أنتوا بحثتوا عن جورنال كويشن أو أسئلة للجورنال، في أسئلة بتخليكي تفهمي نفسك أكتر. فالكتابة يعني غير إنه أنت بتفضفضي اللي جواتك ومشاعرك وكل إشي، كمان أنت بتقدري تفهمي نفسك أكتر. الخطوة الثانية هو إنكم تحددوا أهدافكم. لو أنت شخص لليوم ما عندك أهداف أو مش حاطة أي هدف في حياتك، فأنت شخص عشوائي، فأكيد هتحسي حالك إنك أنت مش مرتاحة، مش مبسوطة، ما في إشي بصحيكي من النوم لحتى تعمليه. بدي أطلب منكم إنه اليوم نبدأ نكتب أهدافنا. مش لازم نربط أهدافنا ببداية الشهر، بداية السنة. يعني أنا من الناس اللي بالعادة كل بداية سنة بروح بشتري أجندة حتى أكتب فيها أهدافي وأبدأ أحقق أهدافي خلال السنة. بس هاي السنة كانت مختلفة، إنه أنا ما قدرت إني أكتب أهدافي في بداية السنة. فاللي صار إنه أنا أول ما وصلت على قطر وأول ما بديت إنه خلاص استوعب انه انا لازم اصحى ولازم ابدا حياتي من جديد، اول شيء عملته اني انا شريت اجندة وقلم. الخطوة الثالثة اللي راح تساعدكم كمان انكم تحسنوا حياتكم، هاي الشغلة ما كنت مقتنعة فيها صراحة بوقت معين من حياتي، بس حاليا انا بشوف انه هاي الخطوة كتير مهمة لحتى تساعدنا بانه نبني حياتنا بشكل افضل او نحسن من حياتنا، اللي هو انك تعملي شبكة دعم اجتماعية عندك، او انه انت يكون في عندك علاقات اجتماعية، انك تقوي علاقاتك، انه يكون في عندك اصدقاء. وغير انه يكون عندك اصدقاء كمان لو انت محتاجة المساعدة ما تخجلي بانك تطلب المساعدة. انا شخص عشت فترة طويلة كنت حتى لو عندي اصدقاء مش بكل اشي اطلب المساعدة، يعني اقول خلص انا بدور لحتى الاقي الحل لهاي المشكلة. بس انت تخيلي لو في شخص انت صديقك وعنده المعرفة الكافية بهذا الموضوع، هيوفر عليك كتير وقت من انه انت تقعدي تبحثي عن هذا الحل وتلاقيه. انت عادي فيك تطلب المساعدة، مش اشي بخجل انك انت تكوني شخص محتاج المساعدة، او عادي يعني انت هتساعديهم هم هيساعدوكي، فبالتالي كلنا هيك هنساعد بعض، كلنا هنكون مجتمع بيساعد بعض. وهيك الخطوة الرابعة، بعرف انه كتير سمعتوها وبكل مكان، موضوع انك تعتني بنفسك وتهتمي بنفسك والسيلف كير، وانك بعرف انه انتوا كتير سمعتوه، يمكن انتوا بتقولوا
ما إله أي تأثير. بس بدي أقولكم عن فيديو كنت بعمل سكرول على تيك توك، ففجأة طلع لي فيديو حسيت إنه هذا الفيديو اللي أقنعني بموضوع العناية بالنفس، ومن بعدها صرت ألتزم بنفسي، أعتني بنفسي كتير. هالفيديو كانت بنت بتحكي تخيلي لو أنت عملتي نفسك على إنها شخص، عمليها على إنه هي حدا تاني مختلف، يعني زي كأنه هي نفسك، هي البيبي اللي أنت مسؤولة عنه. فلو هذا البيبي الشخص يعني نقول أو النفس هاي حكت لك إنه أنا محتاجة اهتمام، هل أنت هترفضي إنك تهتمي فيها؟ أكيد لا. بس هي لأنه النفس نفسنا أحيانا بنكسل أو بنهملها. بس لو بدينا نفكر بإنه هذا الإشي أنا مسؤولة عنه، إنه نفسي هاي أنا بدي أعملها على إنها نفس أو شخص أنا مسؤولة إني أهتم فيه وأبسطه وأكون مسؤولة عنه، فأكيد وقتها رح تختلف طريقة تفكيري. فحسيت إنه هاي طريقة التفكير عملت لي هيك سويتش، إنه ما اصحي برضو نفسك محتاجة أو إلها حق عليكي. يعني ربنا لما أعطانا هاي النفس أعطانا إياها لحتى نهتم فيها. أنت انعطيتي هذا الجسم لحتى تهتمي فيه، فأنت لازم تهتمي بجسمك، بأكلك، برياضتك، بهاي الأشياء. هاي كلها انت مسؤولة انك تهتمي فيها، انت مسؤولة انك تبسطيها. يعني تخيلي لو نفسك هي شخص انت شايفاه قدامك، هتكوني يمكن مش مبسوطة من أدائك مع هذا الشخص، لأنه أنت ما بتدلعيها وما بتهتمي فيها وما بتبسطيها. بس لو كان شخص آخر كان اختلف الموضوع. فتعاملوا مع هذا المبدأ، بحس إنه هيختلف. لو كمان سبب لحتى يخليك تهتم بنفسك، إذا أنت ما أعطيتي لنفسك الاهتمام والحب، فلا تستني هذا الاهتمام والحب من شخص تاني أو من دائرة برا. ما أنت ما أعطيتي نفسك هذا الاهتمام والحب، فليه تستنيه من برا؟ أنت عشان تكوني شخص بيستحق هذا الحب والاهتمام، أنت ابدي بنفسك، أعطي نفسك هذا الحب والاهتمام. ما هتلاقي حد يعامل نفسك أو طريقة أطيب وأحن منك أنت، لأنه هاي هي نفسك، إشي أنت بيخصك. فلازم تكون طريقتك مع نفسك كتير حنونة، إنك تحتضني نفسك، إنك تهتم بنفسك، إنك تراعي الظروف اللي أنت بتمر فيها. الخطوة الخامسة والأخيرة إنه لازم تكوني صبورة، ولازم يكون تفكيرك دايما إيجابي. إنه إذا ما زبطت هاي الشغلة اليوم ممكن تزبط بكرة. يعني أكيد إنه إحنا بنحاول بفرص كتير، مش كل هاي الفرص رح تزبط. إذا تسكر بوجهك يوم باب، فهذا الباب أكيد مش لإلك ومش من نصيبك. فلا تزعلي ولا تفكري بطريقة سلبية إنه أنا ما بستحق أو أنا ما بستاهل أو أنا ما تعبت أو أنا ما عملت. لا، أنت اعملي اللي عليكي، اسعي يعني، وخلي الباقي على ربنا. ربنا ما بضيع تعب أي حدا سعى واجتهد وتعب. وبنهاية هذا الفيديو رح نعمل تحدي مع بعض أنا وأنتم سوا. هذا التحدي هيكون عبارة عن 10 دقائق كتابة. رح نخصص 10 دقائق من بداية يومنا بفترة الصبح، يعني أول ما بنصحى، لأنه لسه بنكون هيك في أفكارنا لسه فريش، مش متأثرة بالأشياء اللي بتصير حوالينا. كل يوم بس 10 دقائق، ما بياخد كتير منك ال10 دقائق. كمان من الشغلات اللي أنا ممكن أحكي لكم إنه تكتبوها لو أنتم ما عندكم إشي معين تبدوا فيه، هم تمارين الامتنان. ما بتعرفوا يا بنات قديش هذا الإشي يعني بيأثر كتير 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 بطريقة تفكيرك وبنفسيتك، بخليك تحمدي ربنا. هذا لحاله كفاية. الامتنان إنه أنت كل يوم الصبح تصحي تقولي 10 شغلات، ممكن أو ممكن 30 شغلة، قد ما بتقدري تحكي أشياء أنت ممتنة على وجودها بحياتك. هاي الطريقة تخلي طريقة تفكيرك إنه تركز على الأشياء الحلوة الموجودة بحياتك، وكمان بتحمد ربنا على وجودها. فبالتالي ربنا هيزيدك من هاي النعم، لأنه ربنا قال وإن شكرتم لأزيدنكم. ف10 دقائق هاي خلونا نمتن فيها على أشياء موجودة بحياتنا. اشياء بسيطه عادي. ممكن نقول انه احنا ممتنين لانه احنا قادرين نشوف اليوم، لانه في غيرنا ما عندهم هاي النعمه. احنا ممتنين لانه احنا اليوم انا اليوم مثلا بدرس التخصص اللي انا حابه. انا ممتنه لانه اليوم صحيت بمزاج منيح. في كتير اشياء، ابسط الاشياء لازم نشكر ربنا عليها لحتى ربنا يزيدنا من نعمه ومن فضله. فهذا التمرين بتوقع انه ممكن يغير من طريقة تفكيرنا، بأنه يخلينا نركز أكتر على الأشياء الإيجابية والحلوة بحياتنا. فلما بنبدأ صباحنا بيوم إيجابي وبطريقة إيجابية زي هيك، فأكيد يعني هيكون يومنا أفضل بكتير. لهذا التحدي اللي أنا رح أعمله ورح نلتزم فيه إحنا سوا، لحتى نحسن من حياتي ومن حياتكم ومن حياتنا كلياتنا. لو حكيت لكم إنه هرشح لكم فيلم لحتى هيك ندخل بمنطقة الإيجابية، البوزيتيف، الحياة الحلوة، يعني هاي الأجواء. لأنه أنا برضو بآمن إنه الأفلام والمسلسلات اللي بنحضرها بيكون فيها أفكار مخنا بيتشبع فيها. يعني أنا لو بدي أقعد أحضر مسلسل دراما ودموع وحزين وكئيب،
اكيد بنهاية اليوم هذا هيأثر فيا حتى لو شوي. الفيلم يلي برشح لكم اياه صراحة كتير اجواءه يعني بتجنن. الفيلم ممتع جدا جدا جدا، يعني بتحسوا اجواء انه كتير كيوت، يعني فاهمين كلمة كيوت كيوت. هو اسمه ميس هاريس جوز تو باريس. فهذا الفيلم بيحكي عن قصة ست بيكون حلم حياتها انه هي بدها تشتري فستان من جوتشي، فبتروح وبتسافر وبتوصل باريس بس عشان انه توصل وتحقق هذا الهدف او انه تشتري هذا الفستان، على الرغم من انه هي ست كبيرة والناس بتقعد تضحك على حلمها وإشي، بس هي هاد حلمها. فإنه كتير 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 الفيلم كيوت وكتير هيك، يعني إنه يعني غير إنه كمان العمر ما له مقياس بإنه إحنا يكون عنا أهداف أو أحلام أو أشياء، عادي يعني العمر مجرد رقم. بس كمان الفيلم كتير حلو، يعني هيك أفكاره بنصحكم إنه تشوفوه يعني صراحة. بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، بتمنى إنكم تكونوا حبيتوه، بتمنى إنه نلتزم بالتحدي مع بعض. فبتخبروني بالكومنتات مين هيلتزم معي بالتحدي لحتى نبلش مع بعض ونسأل عن بعض ونعرف لوين هنوصل. وبس بحبكم كتير، أشوفكم فيديو جديد. باي.